بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فقد استمعت إلى صوتية لمتطفل لا يفقه شيئا في فن التاريخ والأنساب، ينسب نفسه إلى المجتمع الأمازيغي الكريم، إلا أنه مجهول الصفة والحال، ولا يمكن أن يصنف في تعداد الرجال بأي وسيلة وعلى أي حال. وما يهمنا في صوتيته هاته هو قفزه على نسب العروسيين الشرفاء الذين تربطنا بهم رابطة الدم والمصاهرة، والطعن فيهم بغير وجه حق ودون دليل وبرهان، بل إن طعنه في نسبهم الشريف كان بحشش وأباطيل أوهام بيت العنكبوت. ومن هذه الحشش الممشوشة والأباطيل المردودة قوله أن جد العروسيين الشيخ سيد أحمد بن عمر العروسي رحمة الله عليه لم يصاحب اسمه أي لقب يدل على الشرف كمولاي وسيدي والشريف. وقد فات على هذا المتطفل المتطاول أن هذه الألقاب لا عبرة بها شرعا ولا عرفا عند أهل التخصص والتحقيق، فالأصل أن ينسب المرء إلى أبيه، كما أمر الله تعالى في قوله: ومن أصدق من الله قيلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالمعتبر هو ثبوت الانتساب الحقيقي والاستفاضة والشهرة، وليس الألقاب المجردة، فقد يشتهر المرء بالألقاب التي يدندن هذا المتطفل المتحامل حولها، ويكون بينه وبين الشرف النسبي بعد المشرقين. وقد تطلق هذه الألقاب التي شغلت هذا المتطفل وأرقته على العالم والوجيه والسلطان والأمير على وجه الاحترام والتقدير، فالشرف نسب وليس لقبا. وقد قال العلماء: كم من شريف لا يعرف، وكم من غير شريف يلقب بالشريف. وقال السيوطي: النسب يثبت بالاستفاضة والشهرة التي لا يتصور معها التواطؤ على الكذب. وقال ابن خلدون في المقدمة: كثير من الناس يلصق بنفسه النسب الشريف من غير برهان، اعتمادا على الشهرة أو اللقب فقط، فالألقاب لا تقوم بها حجة ولا تسقط بعدمها حقيقة، واللقب زينة والنسب حقيقة، والحقيقة لا تثبت بالزينة. قال القرافي: الأنساب لا تثبت بالأسماء ولا بالألقاب، وإنما بالاستفاضة أو الشهادة. وقال السخاوي: العبرة في النسب بالتحقيق لا بالاشتهار اللفظي. أما المصادر التي ذكرت نسب الشيخ سيد أحمد بن عمر العروسي الشريف فهي أكثر من أن تستقصى أو تعد وتحصى. ففي كتاب الساقية الحمراء ووادي الذهب لمؤلفه محمد الغربي على سبيل المثال للحصر يقول: الشيخ سيد أحمد العروسي المتوفى سنة 1200 للهجرة يعد من سلالة السيد محمد العروس ابن علي بن القاسم الشبيه بن محمد الديباش بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، الذين هاجروا من مدينة الحائل إلى جرجان، حيث قبر جدهم محمد الديباش هنالك. وقد انقسموا إلى أقسام، مجموعة منهم ذهبوا إلى مصر لينتقل بعض منهم بعد ذلك إلى تونس وإلى الشيخ أحمد العروسي. يرجع نسب الشرفاء العروسيين الذين يعيشون جنوب مدينة العيون
في المكان الفاصل بين منطقة الساقية الحمراء ووادي ذهب، غير بعيد من ساحل المحيط الأطلسي في أرض السبخات الكبرى. انتهى. وعن جلالة قدره وحسن تواضعه يقول يوسف ابن عابد في رحلته من المغرب إلى حضرموت سنة 990 هجرية 1583 ميلادي: دخلت على الشيخ أحمد المذكور آخر النهار، وفرح بوصولي إليه كثيرا، وأردت أن أقبل قدمه فأبى، وقال: لو تركنا قدمنا يقبلها مثلك ما جاءت إلينا الأقدام، يشير بذلك إلى التواضع مع الله تعالى، وينزل الناس منازلهم، ولكل مقابلة من المشايخ الوافدين عليه على قدر أحوالهم وما تقتضيه المراتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنزلوا الناس منازلهم. فأقمت عنده نحو 15 يوما في أطيب حال وأنعم بال، فهذا آخر منتهى سفري في السوس الأقصى. ويقول حمدات الشبيهن ماء العنين في كتابه قبائل الصحراء المغربية: أصولها، جهادها، ثقافتها. ويجمع أغلب النسابين على أن قبيلة العروسيين تجمع بين ميزتين أساسيتين هما الشرف والشجاعة، فمن سلوكهم اتخذ الناس أعظم دليل على ذلك الشرف، إذ يمتازون بالكرم ولين العريكة لمن لم يمس من كرامتهم، وإذا أثيروا فهم الأشداء الشجعان والفرسان المغاوير والأبطال الذين لا تلين شوكتهم. فالأخبار المتواترة عنهم أن الرجل العروسي إذا توفر على سلاح وذخيرة لا يأبه بكثرة منازليه، فواحد منهم يحمي ذماره مهما بلغت كثرة المعتدين عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الداه بن خيار 20/26/1/16.